هلو هلو، وحشتوني بجد كتير كتير من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. انا الفترة اللي فاتت كنت منتظمة والله في ان انا بنزل فيديوهات، بس بجد تعبانة جدا وتقريبا باين كده على صوتي. فادعولي دعوة حلوة وربنا يا رب يشفيني كده ويشفي كل مريض. المهم علشان ما ندخلش في تفاصيل كتير والفيديو كده بدأ معانا، فالحر اللي احنا فيه ده مش هينفع من غير حاجة حلوة ساقعة، حاجة حلوة كده ترطب علينا في الجو ده. النهاردة بقى عاملين الرز بلبن الحلو كده المكشكش، مكشكش قوي يعني. لايك للفيديو بقى وتعالوا نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجة كده انا حطيت تقريبا كانت 3 كوبايات من المية، عليهم كوباية من الرز، الكوباية العادية اللي هي بتاعة الشاي دي. هنحط كده لغاية لما يتسلق. وهنا كده كان اتبقى شوية مية، مش مشكلة يعني، انا مش لازم اخلص المية كلها اللي فيه بصراحة. انا حسيت ان الرزاية كده تمام معايا، دخلت في السوا. فهبدأ دلوقتي ان انا انزل عليها بكيلو من اللبن، وهيبدأ بقى يستوي. اول ما ياخد غلوة هوطي عليه النار، يعني انا كل ده دلوقتي كده سايباه على نار عالية. آه العلبة منه وصلت كام؟ وصلت 10 و15 جنيه ليه بجد يعني؟ مش فاهمة ليه. بكوباية رز والله هتعملوا وليمة للعيلة. هنا كده كنا جايبين كوباية من السكر ونزلناها المج العادي برضو بتاع الشاي. والسكر والرز عموما، السكر والملح عموما، ان في اي اكل بقولكم ان هو حسب رغبتكم، يعني بتقللوا او بتكتروا. بس هي والله الكوباية الرز على كوباية السكر على كيلو لبن او كيلو ربع، لان انا هزود شوية، بيبقوا تمام قوي يعني، مش بيبقى الطعم بتاعهم كويس. هنا كده حاولي وانتي بتقلبي الرز بيبقى بالراحة علشان ما تكسريش الرزاية، وكمان ان انتي بتستخدمي رز نضيف. اول ما بدأ هنا كده في الغليان انا وطيت عليه النار وزودت الربع الباقي من اللبن. بجد احلى رز بلبن هتاكلوه، جربوه زي ما انا عملته كده بالظبط. بجد والله هيعجبكم جدا. ولا ضفتله نشا ولا ضفتله لبن بودرة ولا اي الحاجات الاضافات اللي هما بيضيفوها. آه السر بجد في ان هو يطلع كريمي وان هو يطلع مكشكش. رز قليل لبن كتير، رز قليل لبن كتير هتطلعي احلى رز بلبن ممكن تعمليه. انا هنا كده كنت محضرة الفانيليا والكوبايات والاطباق بتاعتي، وكمان تقريبا كده معايا كوباية الا ربع من القشطة. دي قشطة حليب عادي، اللبن اللي انا جبته شلت قشطته وهحطها. حطيت بس كده عليها معلقة من السكر علشان ايه ما تبقاش مززة يعني او كده. وحطيت عليها معلقة من اللبن علشان دوبتها شوية. بحطها في الاخر، القشطة والفانيليا بحطهم في الاخر. هنا كده انا كل ده مهدية النار على الرز بلبن علشان يستوي براحته خالص وما يلزقش مني ولا الكلام ده. لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك وحاجات حلوة كتير كده وفرحوني. هنا الرز بلبن بتاعي كده كان خلاص في اخر مرحلة، فهبتدي احط الفانيليا. انا حطيت كيسين لان هو الكيس ده اصلا صغير تقريبا 1 جرام، فانا حطيت منه كيسين.
وهبدأ كده اقلب خلاص في اخر تقليبة ليه كده، وهقفل عليه. بجد سريع قوي يعني، اعملوه بجد والله هيعجبكم. بألف هنا وشفا. ادعولي اخف، ادعولي اخف بجد. انا معرفش ليه مالي عمالة اطلع من تعب لتعب وانا اتعودت ان انا انزل فيديوهات. بجد الموضوع مفرحني يعني. المهم، حطينا كده الرز بلبن بتاعنا في الاطباق وكده. و احنا من النوع ان في حد بيحب حاجة وحد لا، ده طبيعي يعني. فاحنا في ناس بتحب بالمكسرات، في ناس بتحب بالقرفة، في ناس بتحبه سادة. وانا من اخر فئة دول، انا الناس اللي بحبه سادة خالص، محبش بصراحة يكون عليه حاجة. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنسيب كل الاطباق سادة، وبنبقى مجهزين طبق فيه المكسرات والحاجات دي يعني اللي بتتحط من فوق. واللي بيكون عايز طبق وعايز يحط عليه الحاجات دي بيحطها. بنكون حاطين جوز هند، زبيب، ساعات الفول اللي هو بنكسره كده. ألف هنا وشفا. وهنا كان النور عملها معانا والنور قطع، بس على مين، عادي كملنا الفيديو ولا يهمنا، فاتحين كشاف الموبايل. عملنا كده زلابية بس ملحقناش نصورها معاكم. وادي الرز بلبن، وكنا جايبين تين شوكي بقى وساقع وايه مش عايزة اقول لكم. كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم كده وحبتوه. وبجد جربوا طريقة الرز بلبن دي، هتعجبكم. بألف هنا وشفا يا مامتي، براحتك تاكلي اللي انت عايزاه. جربوا بجد الطريقة دي هتعجبكم قوي. وما تنسوش اللايك والاشتراك. وبألف هنا وشفا. شايفين بجد شكله ازاي؟ بصوا كده القوام بجد بتاعه كريمي. هنا لما كان خلاص قعد في التلاجة تقريبا ساعتين او كده، ولو كان قعد اكتر كان هيبان اكتر. اللبن فيه كده واضح، مش ناشف ولا اي حاجة. وكشكشة هنا بحاول اجيبها لكم بالكاميرا، بجد جميل، لازم تجربوه. باي باي.